السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات الكريمات، الإخوة الكرام، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة إن شاء الله يا ربي الحبيب. قبل ما نبدأ معكم، اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. خوتي خواتاتي، كما تعودتوا معايا في القناة ديالي كل مرة قصة خوتي خواتاتي، ولكن اليوم ماشي أي قصة خوتي خواتاتي اللي غادي نعاودها لكم، وكنتمنى منكم ومن الله سبحانه وتعالى يدير لي شي فرج ديال الخير وتنصحوني نصيحه ختكم. حسبوني خوتي خواتاتي ختكم. دابا خوتي خواتاتي، باش ما نطولش عليكم وباش تعيشوا معايا يعني القصه احسن، غادي نعاودها لكم باسم مولات القصه. الاسم ديالي خوتي خواتاتي هو ليلى. انا كنت عايشه عند الوالده ديالي. نهار اللي فتحت عيني لقيت ما عندي لا اب لا خوت لا حتى شي حاجه. يعني الاب ديالي نهار خلقت داز وقيله شي شهرين بحال هكا ما كتعاود لي الوالده ديالي، ودار مسكين واحد الحادثه وتوفى. يعني عندي غير الام ديالي. الام ديالي فيها الاب فيها الام فيها الخوت فيها كلشي، يعني الحنان كامل عطاتو لي الام ديالي. هي مسكينه اللي هي اللي تكرفصت عليا، هي اللي قراتني، هي اللي بزاف الحاجات. الاخت ديالكم ليلى ما قراتش اخوتي خواتاتي، قريت حتى السادس ابتدائي وخرجت كنخدم. يعني كنخدم باش نعاون الوالده ديالي لانها مسكينه كاريه واحد البيت، عندها غير البيت، كاريه بيت والكوزينه، والحمد لله عشنا يعني عيشه غزاله. المهم مسكينه كانت كاسياني مسبطاني، يعني ما ناقصني حتى شي حاجه الحمد لله. خدمت اخوتي خواتاتي. ملي خدمت تقدم لي واحد ولد الناس، جا هو والعائله ديالو، يعني تقدموا لي عند الوالده ديالي، خطبوني، درت العرس. اللي كون داك الزوج ما غادياش نشكروا لكم اخوتي خواتاتي. كان تبارك الله ما شاء الله عليه، لاباس عليه وخدام وكيبان، يعني تبارك الله ما شاء الله. قلت الحمد لله ربي سبحانه وتعالى بغاني نعيش مرتاحه، والحمد لله غادي يعوض ليا داك المكانه ديال الاب والاخوه وديال كلشي. الوالده ديالي مسكينه هكاك، يعني فرحات مسكينه. قال لي انا الشرط ديالي هو تجلسي مع دارنا، وهو ما غاديش تبقاي تخدمي. قلت له ان شاء الله يا ربي الحبيب، داكشي اللي بغيت حتى انا. اشني غادي تبغي خوتي خواتاتي؟ يعني المراه غادي تبغي غير تعيش معززه مكرمه، واكله شاربه مكسيه مصبطه. قال لي الوقت اللي بغيتي تمشي عند الام ديالك انا ما نحرمكش، يعني الام ديالك تمشي لعندها. جيت اخوتي خواتاتي، جيت عند العدوزه ديالي، لقيت الدار يعني فيها العدوزه، فيها الشيخ، فيها اللواس، فيها اللوسات، فيها يعني الزوج ديالي. المهم الحمد لله والشكر لله، عشت معاهم ديك العيشه ديال شهرين. عشت معاهم اخوتي خواتاتي، عايشوني كانني يعني كيحسبوني بانني انا بنتهم، ماشي زوجة الاب بالابن. اعتذر اخوتي خواتاتي. بقيت الحمد لله والشكر لله، يعني عايشه مع داك الزوج تبارك الله، يعني كيخرجني انا والام ديالو، انا والاخوات ديالو. المهم عشت مزيان الحمد لله والشكر لله. المهم بديت كنتوحم اخوتي خواتاتي بالابن ديالي الاولاني. صافي كنحس بالتغيرات في داك الزوج. يعني السيد ما كنتش كان ملي عرفتو ما كانش كيسكر، ما كانش كيتعاطى المخدرات، ما كانش كيسهر في الليل، يعني بزاف ديال الحاجات وليت كنكتشفها في داك الزوج. يعني كيجي كيضربني، كنفتح عليه الباب، يعني كنت انايا عندي غير بيت، ملي كندير كنسد عليا البيت وكنعس، كنجي كنفتح عليه الباب كيصرفقني كيقول لي فين كنتي. يعني شوفوا اخوتي خواتاتي، يعني بهاد الالفاظ كيقول لي فين كنتي، يعني بحال انا اللي كنت خارجه. المهم اخوتي خواتاتي كيمارس عليا جميع انواع العنف، جميع انواع العنف. يعني النهار كنصبح يعني عينيا زرقين، مدقدقه ما قادراش نهضر، كنوض هكاك. كتعرفوا الا كنتي عايشه مع العدوزه واللواس والطفيلات وداكشي، خاصك تنوضي بكري، خاصك تعجني، خاصك هادشي الثقافه عندنا في المغرب. يعني الثقافه المغربيه خاص ضروري زوجة الابن خاصها تعمل الشغل كامل، والا خاصها يعني تعرض للنقير، تعرض يعني للهضره، تعرض لبزاف ديال الحاجات. وليت يعني كنشكي على العدوزه ديالي، كتقول لي وراه هادو هما الرجال، شنو بغيتي؟ كيفاش بغيتي تعيشي؟ شنو بغيتي يعيشك؟ بغيتي يجيب لك الخدامات؟ اشنو بغيتي يدير لك؟ راه هكا عشنا حنا، راه تضربنا وحنا راه تفعلنا وتركنا ودرنا. يعني اخوتي خواتاتي وليت كنعيش، شنقول لكم، الحمد لله والشكر لله، كنعيش الهم.
يعني من ناحية العدوزة، من ناحية الشيخ، ولا تا هو كيقول لي كتبدري، هاد الرغايف كديري فيهم الزيت بزاف، هادي يعني من ناحية اي واحد ولا اللي دار كيعايرني بديك الكلمة. هكاك اخوتي خواتاتي صبرت، قلت انا شوف الانسان ملي كتزوج، البنت ملي كتزوج خاصها تصبر، خاصها تصبر وخاصها تبرك ونبرك ونصبر وندير الجهد في جهدين ودابا ربي سبحانه وتعالى يسر ليا في واحد النهار، وكنصلي وكندعي لله وكنقول يا ربي تتوب عليه، ويا ربي تعفو عليه وتعفو على جميع المسلمين. بقيت اخوتي خواتاتي هكاك يوم على يوم، يوم على يوم، يوم على يوم، حتى ولات ولدي. ملي ولات ولدي ما كنتش كنعاود الام ديالي مسكينه حتى شي حاجه، باش ما تهش مسكينه هي الهم، بارك عليها يعني، غير هي مسكينه مضاربه يعني مع الزمان وكبيره وكتمشي وكتخدم عند الناس باش كتوفر داك القوت باش تعيش به وباش تخلص به داك الكرا. المهم اخوتي خواتاتي، ولات الوليد الاولاني كيقول لي انا باغي الولاد، ولات الوليد الاولاني قلت له انا بارك عليا من الولاد، قال لي انا باغي الولاد. المهم زدت ولات ثاني ولد اخر، ولكن هذا كنتمنى الناس ياخذوا منه العبره، ما يولدوش. ملي كتشوفي الانسان كيما كتعيشي معاه وهو ماشي مزيان وما غاديش في الطريق ديال الله سبحانه وتعالى وما غاديش معاك مزيان، ما تزيديش تولدي معاه، ما تزيديش الاضحيه، خلي غير ضحيه وحده حتى الا خرجتي تقدري تقومي بها. كنتمنى خوتي خواتاتي تسمعوا هذه القصه ديالي، لانني فيها عبار كثيره بغيتكم يعني ديروا بها خوتي خواتاتي. المهم زدت الوليد الثاني وبقى على خوتكم داك العذاب الاليم، العذاب الاليم 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 وبزاف وما غادياش نوصفوا لكم. زدت البنيته الثالثه، يعني ولات جوج وليدات ولات معاه بنيه. بقيت هكاك اخوتي خواتاتي تا واحد النهار يعني ضربني ضربه يعني خايبه، ضربني في راسي وضربني في الدراع ديالي، والدراع ديالي يعني تهرست منه وضربني في راسي، صافي ما بقيتش قادره نستحمل اخوتي خواتاتي. خرجت هزيت وليداتي ومشيت عند الوالده ديالي. قالت لي الوالده ديالي بنتي انا شنو غندير ليك وانت مشيتي غرقتي ولاد وجبتيهم ليا، شنو غندير بيهم؟ انا ما عندي دار، ما عندي سكنه، ما عندي اب اللي غادي يخدم عليا، انا اصلا الاب ديالك نهار اللي ولدتك راه مات، توفى ومشى للروضه. بقيت كنشوف اخوتي خواتاتي وكلت امري لله سبحانه وتعالى، وبقيت كنشوف وقلت انا فين غندي هاد الاولاد، ما انا ما صدت ليهمش الجهد. بقيت اخوتي خواتاتي شديتهم حتى صحيت من دراعي، وبرالي الدراع ديالي وبرالي الراس ديالي. المهم اخوتي خواتاتي طلبت الطلاق. قال لي الولاد، قلت له الولاد غير خليهم لك، انا ما عندي ما ندير بالولاد، انا الولاد نقدر نطلع ليهم نقدر، ولكن انا ما عندي كي ندير ليهم. ركبت اخوتي خواتاتي وجيت لمدينه طنجه، خدمت في الشركه ديال الخياطه. المهم وليت كندير الميناج كل مره، وشني كنعمل اخوتي خواتاتي، كريت واحد البيت وبديت خدامه. المهم الحمد لله حسيت براسي بانني الحياه ديالي بدات كتغير للاحسن. المهم وليت في الصحه ديالي مزيانه، ما بقاش فيا داك الاكتئاب، ما بقاش فيا بزاف ديال الحاجات، لانني مشيت حتى لطبيب نفساني، لانني خرجت من عند دوك الناس مريضه لا جسديا ولا نفسيا، يعني تحطم لي كل شيء، الاحلام ديالي كل شيء، المعنويات كل شيء، حتى الهضره ما بقيتش كنقدر نهضر بحكم ديك الهضره اللي كنت كنسمع، داك المعاني سحاره كتفعل كطرا كدير، خليت كل شيء خليته لله اخوتي خواتاتي. من بعد اخوتي خواتاتي بحال بدا يزيغ عليا الراس ديالي، هادشي اللي بغيت اخوتي خواتاتي تنصحوني فيه. تلاقيت مع واحد الشاب، داك الشاب يعني تلاقيت معاه قال لي انا يعني تعرفت عليه، عطاتني النمره ديالو، بقيت كنهضر انا وياه. قال لي انا كنطلق الزوجه ديالي ما كتولدش وانا كنطلقها، ويعني بغيت نتزوج بيك على سنه الله ورسوله. المهم اخوتي خواتاتي انا بحال طمعت في داك الانسان، ولكن اخوتي خواتاتي كنت كنمشي كنزور الوالده ديالي وهز لها واحد الطريف ديال الفلوس، وكنزور الولاد ديالي وكنكسيهم كنصبطهم، يعني كنمشي عندهم وكنشوفهم. المهم داك السيد يعني ملي تعرفت عليه وداك الشيء بحال قلت انا يعني كان ناقصني واحد السند، قلت انا نتكى على هاد السيد، بان لي الله يعمرها دار، بان لي مسكين يعني كيجيب لي هادي يجيب لي هادي كيقول لي انا نعاونك انا هادي، وكان يعني معايا محترم جدا. المهم اخوتي خواتاتي داك النهار قال لي علاش غتبقاي تيكاريه وغتبقاي تخلصي الفلوس وانا عندي الدار خاويه وهادي اجي يلا سكني معايا، ورا ما يكون خاطرك ان شاء الله غير غنطلق الزوجه ديالي وغادي نضرب عليك الكاغط يعني على سنه الله ورسوله. المهم اخوتي خواتاتي مشيت مع السيد، هزيت الحوايج ديالي وطلقت داك الكرا،
ومشيت مع السيد يعني عشت معاه في الدار ديالو. ملي عشت معاه في الدار ديالو المهم عشنا كزوج وزوجه، هي باش ما نكذبش عليكم اخوتي خواتاتي ونقول لكم اللي كاين. المهم السيد بقيت كنحل عليه دائما، كنلح عليه بانني بغيت يعني يمتى غتزوج بيا، يمتى غدير الكاغط. كيقول لي وشنو ناقصك انت دابا؟ ناقصك شي حاجه؟ ما ناقصك والو، انت واكله شاربه مكسيه مصبطه مغطيه، ما بقيتي كتخدمي، ما بقيتي كتنوضي في السراوي، ما بقيتي كتفكري في شي حاجه. كنشوف حتى كنعيا وكنسكت. المهم اليوم على غدا، اليوم على غدا، اليوم على غدا، كانت واحد النهار اخوتي خواتاتي الصدمه ليا اللي هي كبيره، انني لقيت راسي بانني انا حامله. لقيت راسي حامله بحال تصرفقت اخوتي خواتاتي. السيد ملي جا في العشيه يعني جا من الخدمه ديالو، قلت له افلان انا راني حامله. قال لي اشنو كتقولي ليلى؟ قلت له انا حامله. قال لي حامله؟ اي ولا كنتي حامله تكلفي به راسك. قلت له كيفاش غنتكلف به راسي وانت قلتي لي غادي نتكاتب انا وياك، وقلتي الزوجه ديالك ما كتولدش وانتينا وقفتينا وياها في الطلاق. صافي ضرب عليا الباب وخرج اخوتي خواتاتي، ضرب عليا الباب وخرج بحالو. بقات ختكم كتفكر كنقول يا ربي انا واش خرجت من كارثه ودخلت لكارثه اخرى، كيفاش غادي نكون دابا، كيفاش غنكون تاني بهذا الكرش؟ السيد ما جاش عندي يومين، بديت كنعيط له في التليفون ما كيجاوبنيش. ملي جاوبني قال لي غتهزي حوايجك وغادي تمشي في حالك، ما نبقاش نشوفك نهائيا ولا غنعيط لك للبوليس. هزات ختكم تاني الحوايج ديالها ومشيت تاني كنفتش على الكرا، ومشيت كنقلب تاني على الخدمه ومع الاعصاب اخوتي خواتاتي، والماكله ما كناكلش، واحد الحاله ما نبغيهاش للعدو اخوتي خواتاتي. رجعت تاني كنقلب على الخدمه وخدمت وبقيت كندرك كرشي يعني الحمد لله مع داك يعني مع داك ستريس مع داك الاعصاب. يعني الكرش ديالي كان صغير ما كظهرش للناس، يعني كنحشم يعني نبين كرشي وانا ما مزوجه ما حتى شي حاجه. بقيت اخوتي خواتاتي حتى جاني فقر الدم اللي هو حاد، حاد فقر الدم حاد. كانت واحد السيده مسكينه الله يرحم ليها الوالدين، يعني مسكينه كتجي مره كطلع عليا، مرا كبيره وعندها ولادها تبارك الله كلشي في الخارج، يعني مسكينه كتجيب لي الحوايج كتجيب لي الماكله كتجيب لي كلشي. كتقول لها بنتي اي حاجه احتاجتيها عيطي ليا واخا تكوني في الليل. بقيت اخوتي خواتاتي كنمشي للطبيب، شنو نقول لها الطبيب يعني فينو الاب ما كنوقف كنقول انا يا نهار اللي غادي نمشي نولد فيه شني غنقول لهاد الاطباء، شنو نقول لهم انا يعني خصني لاكارت ناسيونال ديال الزوج فين هو، يعني فينو العقد، فين ما عندي حتى ورقه نهائيا. بقيت اخوتي خواتاتي حتى النهار اللي داز ديك 9 شهور في الجحيم عشتها. حتى بغيت نولد عيطت له في الليل كنصوني عليه ما كيجاوبنيش، صيفط له ميساج قلت له انا راني كنولد الله يرحم لك الوالدين جديني بعدا غير للطبيب. قال لي ملي تولديه لوحيه حاشا الناس في الطارو ديال الزبل. قال لي هذاك راه ماشي ولدي راه ولد الحرام. شوفوا اخوتي خواتاتي اللي كتثيق في شي واحد عمركم ما تثيقوا في حتى شي واحد. عيطت اخوتي خواتاتي، عيطت لديك السيده مسكينه اللي كانت كتجي مره وكتروف عليا وكتجي كتطلل عليا. عيطت لها مسكينه وانايا يعني بدوك الزحمات اللي جاوني تلاح يعني الوليد يعني ولدتو. وجات ديك السيده مسكينه هي اللي عتقتني من الموت، وهي اللي قامت يعني بالواجب ديال الولاده ديالي. كما كتعرفوا الناس ديال بكري راه تبارك الله ما شاء الله عليهم كانوا كيولدوا النساء يعني في الديور ديالهم. هي هذيك اخوتي خواتاتي. ملي السيد كان عيط لي قلت له انا ما بغيت منك والو، انا بغيت غير دير لي لولدي الوراق. قال لي هذاك ماشي ولدي، انا كنقولها لك وكنعاودها لك، هزي داك الولد وحاشاك سيري ديه للطرو ديال الزبل. والله اخوتي خواتاتي يعني في ديك 9 شهور توحشت ولادي وتوحشت الام ديالي وما كنقدرش نمشي لعندهم. شنو غيقولوا انا حامله وانا ما مزوجه، انا يعني اش نقول لك غيتشفاو فيا يعني شفيه مورا شفيه. هادشي اللي كاين اخوتي خواتاتي. دابا راني رجعت اخوتي خواتاتي للخدمه ديالي، ولكن الدري دابا لقيت مشكل كبير بانني لا بغيت نديه شي حضانه ولا نديه شي حاجه ما عنده حتى شي ورقه. ودابا انايا اخوتي خواتاتي كنتمنى تنصحوني وتقولوا لي اخوتي خواتاتي اش ندير. انا ما قدرتش يعني الطرف من الكبده ديالي يعني نديه الخيريه ولا نديه اللوحو، ما عطاتنيش النفس ديالي بانني انا نديه الدري واللوحو. دابا حاليا اخوتي خواتاتي ما كيعرف عليا الطليق ديالي بانني انا ولدت، ولا كتعرف عليا الام ديالي ولا حتى شي حاجه. دابا اخوتي خواتاتي ملي كنبغي نمشي كنخليه عند الصديقه ديالي ولدي،
وكنمشي يعني لعند الوالده ديالي كنشوفها وكنشوف ولادي الاخرين وكنجي في حالي. ما نكذبش عليكم اخوتي خواتاتي، انا مرضت، انا تنعس ما بقاش كيجيني، لانني كنقول انايا تفكيت الحمد لله والشكر لله من عذاب، ولكن تاني طحت في عذاب اخر. كنتمنى تنصحوني وتخليوا لي في التعاليق. وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم ديال لا فيديو كامل. كنتمنى خوتي خواتاتي هاد القصه للعبره خوتي خواتاتي. وهاد القصه عاودتها لي السيده مسكينه اللي عاودتها لهاد الانسانه اللي وقع عليها هادشي مسكينه. كنتمنى ربي سبحانه وتعالى يفرجها عليها، ولكن هي غلطت اللي يعني الحمد لله والشكر لله يعني تفكت من الزوج الاولاني اللي كان دوز عليه العذاب الاليم، وجات يعني وثقت في هذا الراجل. ما كايناش الرحمه خوتي خواتاتي، ما تثقوا في حتى شي واحد. يعني الا بغيتيني جي لدارنا وتكاتب معايا ودير معايا لك يعني الواجبات اللي خاصها دار، ديك الساعه تمشي معززه مكرمه. كنتمنى لكم اخوتي خواتاتي راحه البال، هذا هو الاهم، الصحه الصحه وراحه البال اخوتي خواتاتي. والله ياخذ الحق في اي ظالم. انا دائما كنقولها هذه من عندي انا مريم بالي، كنقول الله ياخذ الحق في اي ظالم ومتعدي اللي كيتعدى على الناس، الله ياخذ فيه الحق دنيا واخره. شكرا لكم بزاف بزاف، والى فيديو جديد ان شاء الله. وكنتمنى يكونوا القصص ديالي اللي كنحكي لكم يفيدوكم وتستافدوا منهم، لما لا. شكرا لكم بزاف، الى فيديو جديد ان شاء الله يا ربي الحبيب.